من الاشياء اللي مصر جبهه داخليه حبت انها توضحها من اول يوم، ان هناك تامين للغذاء. اي حرب بيكون الطاقه والغذاء اساسيين، يجب ان يبقى عندك طاقه، ومصر اخذت اجراءاتها في ترشيد ويعني والتعامل مع الطاقه، والدول التي توقفت عن التوريد قدرت انها تشوف دول بديله، بدل الغاز من دوله بتجيب من دوله تانية، بدل النفط بقينا بنجيب نفط من ليبيا. كل هذه الاشياء بنتعامل معها، ولكن ايضا ال 120 مليون دول عندهم احتياجات يوميه في الغذاء، احتياجات من الخبز. هي واحدة من أكبر 4 5 دول في العالم تتعامل مع الخبز. احنا في مصر بيسموه العيش، لأن هم يعيش الإنسان عليه. يعني هو العيش أساسي. المواد الغذائية، الخضروات وأسعارها، اللحوم، الدواجن، كل هذه الأشياء هي مسؤولية كبيرة على صانع القرار في مصر أن هذه الأشياء يتم توفيرها. ولذلك كان التعامل مع هذا الأمر وهذا الملف هو هاجس واضح للإدارة المصرية. معنا الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. أهلا بيك يا فندم. سيادة الوزير، النهارده كان في اجتماع للسيد رئيس الوزراء على أهمية توفير هذه المواد الغذائية، وأن يكون هناك، وهذا هو الأمر الهام، أن يكون هناك دور للدولة في توازن الأسعار. لأنه حضراتكم تعرفوا أنه في أوقات الحروب الأسعار بتزيد جدا، علشان مشاكل الاستيراد، عشان مشاكل العملة. نحن نتحدث اليوم عن دولار يصل إلى 55 جنيه. انت من 2 3 كنت بتتكلم في 45 46. فمادة زي مادة الزيت انت بتستورد 90% منها على الأقل. يعود لنا الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اجتماع هام اليوم مع السيد رئيس الوزراء وكيفية توفير المواد الغذائية للمواطنين. اتفضل يا فندم. اشكرك يا فندم على الاستضافة وعلى المقدمة. وزي ما حضرتك قلت، الامن الغذائي جزء اصيل من الامن القومي. احنا الحقيقة يعني انتهجنا نهج، وده كان من فترة طويلة، ان احنا يبقى عندنا امن غذائي واحتياطي استراتيجي امن. ومن خلال طبعا حضرتك انا بطمن المواطنين كلهم ان الاحتياطي الاستراتيجي بتاعنا يفوق ال6 اشهر في معظم السلع، ان لم يكن في كثير من السلع بيصل الى العام، وفي سلع اخرى يصل ل8 اشهر وهكذا. طبعا هذا التأمين للسلع ما كانش يعني إجراء خدناه كده مفاجئ، ولكن هي استراتيجية احنا انتهجناها منذ فترة طويلة. حضرتك تحدثت عن القمح وخاصة العيش وأهميته، ونحن من أكبر المستوردين إن لا نكن الأكبر. ودي كانت سياسة، وفي وقت كان في حرب في أوكرانيا وروسيا، ودول كانوا مصدرين أساسيين للحصول على القمح. عملنا استراتيجية إن احنا نوسع المناشئ وننوع المناشئ. استطعنا إن احنا نجيب من بلغاريا، من فرنسا، من بلاد عديدة أكثر من 12 منشأ. وزي ما حضرتك ذكرت عن الزيت والزيت ده، رغم ان احنا بنستورد اكتر من 90% من احتياجاتنا، الا انه اقدر اطمن حضرتك والمواطنين ان الاحتياطي قد يفوق ال8 اشهر في هذا البند تحديدا. ولكن استاذ عمرو، هذا الاحتياطي الاستراتيجي يعني ما يصحش ابدا ان احنا نستخدمه لمواجهه تاجر جشع، صح، او تاجر يحبس البضاعه. ولذلك انا بهيب من خلال حضرتك بالمواطنين، وهنا المواطنين بتكلم على كل الانواع المواطنين. احنا المواطن
في النهاية هو المستهلك، وأيضا هو الصانع والتاجر والمزارع. إحنا في الحكومة مكلفين بخدمة المواطن أيا كان في موقعه. فالتاجر والصانع والمزارع، إحنا لما حطينا الاستراتيجية بتاعتنا حطينا استراتيجية خدت بالها من المزارع، وحطينا سعر جاذب جدا للمزارع في القمح، وده اللي خلانا نقدر نصل إلى 4 مليون طن العام السابق، نستهدف العام ده 5 مليون طن، وبالتالي بتقل فاتورة الاستيراد ويزداد الاعتماد على القمح المحلي. في باقي السلع أيضا هناك استراتيجيات، خاصة الزيت زي ما ذكرت لحضرتك، وزيادة الساعات التخزينية. كل دي أدوات وآليات إحنا بنعملها، وبيجي من الجانب الآخر هو جانب الرقابة. طبعا. وهنا الرقابة يعني أنا يعني بؤكد إلى أنه توجيه فخامة الرئيس في هذا الأمر، ويمكن حضرتك سمعته أشرت إليه في حلقات سابقة، وكل الناس سمعت التوجيه عن أننا هنكون في منتهى الجدية والحزم، وسيلقى المتلاعب أو المحتكر جزاؤه في هذا الأمر في هذا الوقت العصيب. دكتور شريف، يمكن القلق الأكبر بيبقى عند الناس في هذه الأوقات، وإحنا لمسنا بعض التحركات الغريبة كده، الأسعار. يعني هنا يأتي دورك كوزارة تموين، وتأتي دور الدولة في توازن الأسعار. يعني احنا شفنا أنواع من الخضروات أسعارها زادت جدا، أنواع من السلع أسعارها زادت جدا. فهنا ده الدور ده مهم، والمواطن المصري ينتظر منكم ان انتوا تكونوا عند يعني حسن ظنه انه الاسعار لا تنفجر في وجهه بشكل كبير. يعني كلام حضرتك مظبوط 100%، ولكن احنا يعني في الفترة السابقة يمكن بدأنا نسمع كتير عن تعبير اقتصادي يقول لك الاقتصاد المرن، وقد ايه الاقتصاد يكون مرن. وما مفهوم المرن؟ الاقتصاد المرن هو انه يستطيع ان يتصدى الى الصدمات. في بعض الصدمات صدمات تكون اقتصادية أو تكون حروب زي اللي احنا بنشوفها النهاردة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على تركيا على إيران، وما تلاها من اعتداءات إيران على بعض الدول العربية. ونحن بهذه المناسبة نعلن يعني التضامن التضامن الكامل مع الشعوب العربية في هذا الأمر. فهذه والكوارث الطبيعية أيضا من أنواع الصدمات. كل الصدمات المختلفة اللي بتواجه الاقتصاد، في زي ما بقول في بعض الصدمات بنستطيع ان احنا نوقفها تماما والحكومة تتصدى اليها،